مش لازم كل مرة لما نيجي نشوي فراخ نتبلها قبلها بليلة او حتى قبلها بساعات ونضيف بقى صوصات كتير واضافات كتير علشان تطلع معانا جوسي واخدة اللون الحلو ده. لا، النهاردة هعمل معاكم تتبيلة بسيطة جدا وفي نفس الوقت هتاخدوا فراخ مشوية حلوة قوي وجوسي وطرية واخدة اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده، وسريعة وسهلة. عايزة اوريلكم بس التسوية بتاعتها قد ايه طرية وجوسي جدا ومتشبعة كده من التتبيلة اللي احنا ضايفينها. ولا تتبليها بقى قبلها بساعات ولا قبلها بليلة، لا، هتسويها وهتشويها على طول وهتطلع معاكم حلوة جدا. وعايزة اقول لكم كانت لذيذة قوي، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة معايا بصلة كبيرة، طماطماية كبيرة، فلفل اخضر حلو، وهنفرمهم في الكبة لحد ما توصل للنتيجة دي. بعد كده هنضيف عليهم بقى التوابل، عبارة عن معلقة صغيرة مليانة من الملح، نص معلقة صغيرة من البابريكا وبهارات الفراخ والكاري والكزبرة والفلفل الاسود والكمون. وهنضيف بقى التوابل بالشكل ده. التتبيلة دي بتدي طعم حلو قوي للفراخ. وعليهم معلقة كبيرة من الزبادي وده بيطري الفراخ وبيدي نتيجة حلوة قوي. وعليهم بقى هضيف نص عصير ليمونة وده بيدي مزازة حلوة قوي برضو للفراخ. وعليهم برضو هضيف معلقة كبيرة من الخل الابيض ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة، ودي بتدي لون حلو قوي للفراخ اثناء التسوية، بتدي لها لون حلو كده شوي. وهنقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعضها، التوابل مع الزبادي والخل والليمون والخضار اللي احنا فرمناه. زي ما قلت لكم تقدروا تغيروا في التوابل زي ما انتوا عايزين، لكن التوابل اللي انا ضفتها النهارده مديه نتيجه حلوه قوي. بعد كده معايا 6 اجزاء من الفراخ، يعني عباره عن فرخه ونص. بنغسلها طبعا كويس بالملح والليمون والخل والدقيق. بعد كده بفتحها بقى كده من فوق الجلد وتحت الجلد زي ما انتوا شايفين علشان تشرب معايا التتبيلة كويس جدا. هحطها بقى دلوقتي في طبق غويط، وبعد كده هنزل عليهم بالتتبيلة الحلوة اللي احنا جهزناها مع بعض. ولا ضفنا عليها بقى صويا صوص ولا باربيكيو ولا دبس رمان ولا اي حاجة، هي تتبيلة بسيطة جدا. الخطوة بقى اللي انا بعملها دي مهمة جدا، ودي اللي بتدي نتيجة حلوة قوي لاي فراخ مشوية هتعملوها، وهي ان احنا بنحاول نسكن التتبيلة كويس جدا في كل جزء من الفراخ. يعني ناخد وقتنا كويس جدا في المرحلة دي، ان احنا كل جزء كده نحاول ندخل في الفتحات اللي احنا عملناها التتبيلة علشان الفراخ بعد التسوية تطلع جوسي وتطلع واخدة كده طعم حلو قوي من التتبيله. مش مجرد كده ان انا بحط التتبيله وبقلب فيها الفراخ وخلاص، لا، فخدوا وقتكم خالص، مش اقل من 5 دقايق اقعد اتبل في الفراخ كده وادخل التتبيله فيها علشان في الاخر الفراخ معانا بعد التسويه تطلع معانا جوسي ويطلع طعمها حلو كده وتطلع متشبعه كويس جدا من التتبيله. هنقلب كويس جدا كده. انا هنا خلاص خلصت تتبيل الفراخ. بعد كده هندخل بقى في التسوية على طول، مش هنسيبها حتى ربع ساعة او 10 دقايق او الكلام ده كله في التتبيلة، لا، في صينية بقى ألمونيوم، صينية بقى بايركس، اي صينية متوفرة عندكم. انا استخدمت الألمونيوم النهاردة عشان تعرفوا ان هي ممكن نستخدمها وتطلع معاكم نتيجة حلوة برضو في الاخر. هظبط كده الفراخ كده وهرصها في الصينية، وهحاول بس لو في شوية من التتبيلة على جلد الفراخ كده ان انا اوزعها علشان ما تتحرقش معايا. هضيف بقى بعد كده نص كوباية من المية في الصينية وهوزعها كويس جدا، وده علشان الفراخ ما تطلعش ناشفة معايا. هيتنزل السوائل بتاعتها بعد كده، بس المية دي برضو بتساعدها ان هي ما تنشفش معايا وتطلع معايا جوسي. بعد كده هضيف ورقة زبدة وعليها ورقة فويل وهقفل بقى الصينية كويس جدا. والخطوة دي مهمة قوي علشان الفراخ تطلع معانا طرية وشاربة التتبيلة. مش هينفع ندخلها الفرن مباشرة من غير ورق الفويل، علشان لو عملنا كده الفراخ هتطلع ناشفة جدا ومش احلى حاجة. هنسيبها بقى في الفرن لمدة ساعة ونص. اول ساعة هنسيبها كده عليها ورقة الفويل، واخر نص ساعة هنشيل ورقة الفويل علشان الفراخ بقى تتحمر معانا وتاخد لون الشوي الحلو بتاعها. ده شكلها بعد التسوية.
انا طبعا كنت شلت ورقة الفويل في النص ساعة الاخيرة علشان تبقى تتحمر معانا كده وتاخد اللون الحلو ده. عايزة اقول لكم ريحتها كانت تحفة جدا، والصوص ده اللي نازل منها او الشوربة دي ممكن بقى نقدمه جنب الرز او نعمل بيه ملوخية، ممكن نستخدمه زي ما احنا حابين. بنفرش بقى في طبق التقديم شوية كده من البقدونس، بيدي طعم وريحة حلوة قوي لأي مشاوي هتعملوها. وبنرص الفراخ بقى كده على البقدونس او الخضرة دي. مش عايزه اقول لكم ريحتها ولونها حلو ازاي، وخدت معانا ساعة ونص بالظبط وكانت مستوية واخده اللون الحلو ده. واي حد هياكلها هيحس ان هي متبلة بقى قبلها بليلة، وهي طريقتها بسيطة جدا. وبضيف كمان شوية من فوق كده، شوية بسيطة كده من البقدونس. وتقدموها بقى، ممكن كمان تعملي لها حتة من الفحم علشان تاخد كده طعم وريحة الفحم لو تحبي، او تقدميها على طول كده بطريقة بسيطة زي ما انا عملت معاكم النهاردة. عايزة اوريلكم بقى التسوية قد ايه الفراخ طرية ومتشبعة كده من التتبيلة، دايبة كده يعني مش مستحملة. السوا بتاعها مظبوط جدا وطريقتها سهلة وبسيطة. عايزة اقول لكم كانت تحفة. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. تقدموها بقى جنب مكرونة، جنب عيش وطحينة، جنب رز مبهر زي ما تحبوا. الفراخ المشوية بأبسط تتبيلة وأبسط طريقة. دي كانت وصفتي النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان توصلكم إشعارات بكل الوصفات الجديدة أول بأول. نتقابل إن شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. أسيبكم في أمان الله وسلام.